برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. مساء الجمال على كل اللي بيسمعونا من برونتو اف ام. معكم جانا محمد من حلقة جديدة لموضوع جديد من برنامج أفكارنا، وموضوعنا عن أهمية الصلاة وخصوصا صلاة التراويح اللي بتبقى موجودة خلال الشهر الكريم وهو شهر رمضان. طب هل سألت نفسك يوم عن السر وراء صفوف المصلين اللي بتبقى مالية المساجد في ليالي رمضان؟ طب ما تيجوا كده نتكلم عن أهمية صلاة التراويح. ببساطة هي تنقية للنفس وتهذيبها، ده غير ان اهم فايدة ليها ان هي ليها روحانيات واحساس تاني بالراحة النفسية. اما بالنسبة للناحية الاجتماعية فهي كده بتضيف لمسة حلوة قوي، لانها بتوحد المسلمين وبتعزز الروابط الاجتماعية بين الصحاب والاهل. يعني تعالوا كده احكيلكوا على حاجة بسيطة قوي بس بالنسبة لي حلوة قوي ومهمة، وهي إن كل سنة من رمضان لازم أنا وكل صحابي أو خلونا نقول جيراني اللي في نفس سني نجتمع بقى وننزل نصلي التراويح. بجد بتبقى إحساس حلو قوي، لأنها بتعمل حاجة لربنا وتاني حاجة جنب الناس اللي بتحبها. طيب ما تيجوا أديكوا نبذة بسيطة كده على أهميتها لينا بالنسبة لجسمنا. أولا هي بتساعد على الاسترخاء والهدوء وتحسين المزاج، ولو جينا قلنا على شخصيتنا فهي بتساهم على تنمية الصبر والمصابرة وتعزيز القيم الأخلاقية. وفي النهاية واللي أنا حابة أقوله إن صلاة التراويح مش مجرد صلاة، إنها رحلة روحانية ناحية ربنا. فخلونا نستغل الشهر الكريم ده ونحرص على أدائنا بأحسن شكل، ده غير إنها فرصة حلوة قوي على ختمة القرآن وبدل مرة 100 مرة، وهي بتكون سبب كبير إنك تتعود على القيام بالطاعات في غير رمضان وتخليك أكتر التزام بصلاتك. وكمان صلاة التراويح بتجمع المسلمين في بيوت ربنا، وده بيخلي روح الإخوة والمودة بينهم. وآخر فايدة ليها إنها بتخليكي تستعدي لليلة القدر، وده بقى أهم وأجمل ليلة في الشهر كله، وده لأنه بيكتر فيها العبادات والدعاء الكتير قوي. وصلنا هنا بقى لنهاية حلقتنا، ويا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقة وتكون خفيفة عليكم كده. استنوني بحلقة جديدة ومختلفة عن حلقة النهاردة من برنامج أفكارنا.